اخواتي مبرمجين اولى ثانوي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل تقييمات الوزاره بتاعت الاسبوع الاول كامله. يلا بينا، بسم الله بسم الله. تقييمات الاسبوعيه لماده البرمجه الاسبوع الاول. ماشي، يلا بينا. تعال نمسك الاختبار الاول. ماشي، بيقول لك ايه؟ ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه. البيانات هي الحقائق الخام الممثلة بأرقام أو حروف أو رموز. صح، احنا قلنا البيانات دي اللي هي الحقائق، الحاجة الخام. من خصائص المعلومات اللي هم 3: الاستمرارية، قابلية التكرار، الانتشار. من خصائص المعلومات إنها تختفي تماما بعد نشرها على الإنترنت. غلط، هي بتفضل مستمرة. المعلومات الثانوية يتم الحصول عليها من طرف ثالث مثل كتب الصحف. صح، احنا قلنا معلومات ثانوية يعني طرف ثالث على طول. اختر الإجابة الصحيحة. ماشي، أي مما يلي يمثل المعلومات؟ هل الحقائق الخام؟ غلط. ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقي؟ صح، احنا قلنا المعلومات دي ايه؟ هي ما يحمل معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم لاتخاذ قرار، اللي هو البيانات بعد ما يجمعها بقت معنى، فدي هتبقى ب. يقول لك هنا بقى ايه؟ المعرفة تعني نسخ المعلومات ولا تحليل وتنظيم المعلومات لحل المشكلات؟ احنا قلنا المعرفة، احنا قلنا أول حاجة البيانات، معلومات معرفة، بيانات الحقائق الخام. المعلومات بعد ما يجمع البيانات دي بقى عنده المعلومة دي هيمسكها، هيحللها عشان يعرف يحل مشكلتها أو يتخذ بها قرار معين. فبيقول لك هنا ايه؟ حل المشكلات، فدي ب صح. أي من التالي أي من التالي يعتبر مصدرا للمعلومات الأولية؟ احنا قلنا عندنا حاجتين، معلومات أولية ومعلومات ثانوية. المعلومات الأولية اللي احنا المعلومة اللي احنا بنجيبها بذاتنا بتجربتنا الشخصية، إنما المعلومات الثانوية دي اللي احنا بنجيبها عن طريق طرف ثالث. فأنا بقول لك كتاب مدرسي، لا ده عن طريق طرف ثالث. تقرير تجربة شخصية، صح. تعالى للاختبار الثاني. ماشي، ضع علامة صح أو غلط. من أمثلة وسائط التعبير النصوص، الصور، الفيديو. صح، لأن كل دي وسائط بتعبر لك عن المعلومة. الثقافة الإعلامية تعني القدرة على تفسير المعلومات من الوسائط بدقة. صح. من أخلاقيات المعلومات احترام حقوق النشر والخصوصية. صح. ماشي، اختر الإجابة الصحيحة. وسائط النقل والإرسال تتضمن إيه؟ أقراص DVD؟ لا، دي وسائط تخزين. التلفزيون والراديو؟ صح. النصوص والصور؟ لا، دي وسائط تعبيرية. التخزين السحابي؟ دي وسائط تخزين. أي من النقاط التالية يعد انتهاكا لأخلاقيات المعلومات؟ يعد انتهاكا التحقق من المصادر. غلط. نشر صور محمية بحقوق نشر دون إذن. صح، ده احنا كده انتهكنا أخلاقيات المعلومات. أي من المشاكل التالية يعتبر انتحال هوية؟ مشاركة فيديو؟ لا، ده مش انتحال هوية. ادعاء شخصية لشخص آخر لسرقة الحسابات، فدي انتحال هوية. تعال للاختبار الثالث. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة أي حاجة بقى، وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. إدمان الإنترنت واستخدام الهاتف أثناء المشي من المشكلات المرتبطة بالهواتف الذكية. صح. من البيانات الشخصية الحساسة العرق والديانة والحالة الصحية. صح. سياسة الخصوصية في نشر الشركات تهدف إلى توضيح كيفية جمع وحماية بيانات العملاء. صح. اختر الإجابة الصحيحة. أي من البيانات التالية يعتبر بيانات أساسية؟ احنا قلنا أنواع البيانات 3: بيانات أساسية، أرقام هوية شخصية، بيانات حساسة. ويقول لك هنا بيانات أساسية، رقم البطاقة القومي، لا ده اللي هي أرقام هوية شخصية. بصمة العين، لا دي بيانات حساسة. تاريخ الميلاد، دي بيانات هوية شخصية. الحالة الصحية، لا سوري، تاريخ الميلاد ده بتاع الشخص ذاته، فهو ده بيانات أساسية، فهتبقى الإجابة رقم ج.
أي من الحقوق التالية يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير؟ حق الخصوصية لأ، حق الصورة لأ، حقوق الدعاية. فدي الإجابة رقم ج. الترخيص الذي تحصل عليه الشركات من الجهة المنظمة للتأكد من التزامها بحماية البيانات يسمى إيه؟ نظام الاعتراض ولا سياسة الخصوصية ولا ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية عشان يتأكد من النشاط اللي انت شركتك بتمارسه؟ فتبقى الإجابة رقم ج. طيب احنا كده خلصنا حل تقييم الأسبوع الأول، هما 3 اختبارات خلصناهم، وإن شاء الله يعني بكرة هنزل لكم تقييم الأسبوع التاني بالحل بتاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.